ست غنية اكتشفت بالصدفة إن ابنها مرتبط ببنت السواق بتاعهم. علشان تخلي البنت تبعد عنه راحت للكشك الصغير اللي البنت بتشتغل فيه بعد المدرسة ومدت لها الأكل اللي كانت باقية منه من الغدا، وقالت لها بسخرية إنها أكيد عمرها ما داقت مكونات غالية بالشكل ده. الناس اللي حواليهم بدأوا يضحكوا على البنت علشان قابلت أكل باكن من غيرها، وفي ناس صوروا الموقف ونزلوها على منتدى المدرسة. البنت ردت وقالت بهدوء إنها مش جعانة ورفضت الأكل. الست الغنية اتنرفزت من الموقف ورمت فوطة التنظيف على الأرض وقالت لأبو البنت اللي هو السواق اغسل العربية. البنت خدت الفوطة علشان تساعد أبوها. ساعتها الناس بدأوا يتريقوا على أبوها إنه مجرد سواق، لكن البنت ما اتكسفتش وقالت بفخر أبويا عارف كل طريق في المدينة وأنا فخورة بيه. وبعدها راحت تساعده تمسح العربية بإيديها. المنظر ده خلى الست الغنية تتضايق وركبت عربيتها ومشيت. ولما البنت كانت خلاص هتخلص شغلها جه حبيبها ابن الست الغنية للمحل وبدأ يزعق لها ويقول إنها قللت احترامها لأمه. صاحبتها وقفت تدافع عنها وقالت له أنت ما بتحبهاش ولا بتحترمها، ولو مش هتحترمها أنا اللي هخطبها. البنت اتصدمت، وبعدها الولد ده اعترف قدامها إنه بيحبها من 10 سنين. حبيبها اتعصب وحاول يشدها تمشي معاه لكنها سحبت إيدها منه. الولد قال لها ما ينفعش تكوني مع حد فقير. الكلمة دي وجعتها جدا، عمرها ما كانت متخيلة إنه شايف الفقر أقل منه. ساعتها مسكت إيد صاحبها التاني ومشيت معاه. بعد فترة قصيرة الست الغنية رتبت لجواز ابنها من بنت عيلة كبيرة، لكن أول ما الراجل شاف البنت اتفاجئ إنها نفس البنت اللي كان بيحبها. الست الغنية قالت له إنها هي اللي طلبت من البنت تيجي النهاردة علشان تشوف بنفسها اليوم ده. وأثناء الأكل الولد حاول يخليها تقعد جنبه لكن أمه منعته وقالت للبنت قدمي الأكل للناس، وأضافت بسخرية هي بنت السواق بس. الولد فضل ساكت وما دافعش عنها، ولما البنت خلصت تقديم الأكل وكانت هتقعد الست الغنية قالت لها مفيش مكان فاضي وقفي على جنب. وفجأة في اللحظة دي ظهر صاحبها اللي بيحبها فجأة في المكان.